يلتقي منتخب قطر والبحرين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي على الاستاد الميناء الأولمبي بمدينة البصرة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة. وبدأ منتخب قطر البطولة بأفضل طريقة ممكنة بعدما حقق الفوز على حساب الكويت بهدفين نظيفين، كما تمكن منتخب البحرين هو الآخر من الفوز على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في الجولة الأولى. وتقام منافسات بطولة خليج 25 في الفترة من 6 وحتى 19 يناير الجاري في مدينة البصرة في العراق، حيث يتربع منتخب الكويت على صدارة الأكثر تتويجا في كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب بفارق 7 مرات كاملة عن أقرب ملاحقة وهم السعودية وقطر والعراق. وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات خليجية هي الإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين. وتتنافس جميع المنتخبات على لقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25. منتخب قطر هو ممثل قطر الرسمي في رياضة كرة القدم، ويشرف عليه الاتحاد القطري لكرة القدم الذي تأسس عام 1960 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1970. وظهر الفريق في 10 بطولات كأس آسيا وفاز بها مرة واحدة عام 2019. ويلعبون مبارياتهم على أرضهم على استاد خليفة الدولي وملعب جاسم بن حمد، ويعتبر الأخير هو الملعب الرئيسي للفريق. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.